كشفت تقارير صحفية سعودية أن النصر سيعاقب عدداً من لاعبيه غير الملتزمين، ليس من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق. بحسب صحيفة الرياضية، فإن إدارة الكرة في النصر أبلغت لاعبي الفريق الذين عوقبوا بالخصم من رواتبهم بضرورة دفع المبالغ أو ستخصم من الراتب الشهري. وفرض البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر بالتنسيق مع الإيطالي جيودو فينغا المدير التنفيذي غرامات تأخير على اللاعبين خلال الفترة الماضية نتيجة عدم حضورهم التدريبات بمقر النادي في الأوقات المحددة. ووصل مبلغ الخصومات الإجمالي إلى أكثر من 100,000 دولار، شمل ذلك عدداً من اللاعبين المحليين والأجانب. لكن هذه القائمة لم تشهد معاقبة رونالدو، الذي لم يسجل دقيقة تأخير منذ استحداث نظام الخصومات المالية.